السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هرد على أكتر سؤال معانا. كانت في أخت فاضلة بتقولي إزاي تعمل عمرة لوالدتها المتوفية أو شخص مريض، إزاي تعملي العمرة بتاعته؟ هل هتخرجي بره مكة خالص علشان تحرمي، أو يكفي إن أنت أحرمتي لعمرتك أنت، وبعد كده تعملي عمرة لوالدتك بقى ولأي حد أنت عايزاه كل يوم؟ فهل لو حابة تعملي عمرة لشخص تاني متوفي أو مريض تحرمي من اول وجديد ولا لا؟ ان شاء الله هنتكلم باستفاضه في الموضوع ده لانه مهم جدا جدا علشان تتاكدي ان انت عملت عمرتك صح. بس قبل ما نكمل الفيديو، بالله عليكي ما تنسي اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. اول شيء، معانا حضرتك دلوقتي رايحة علشان تعملي عمرة. طبعا هتعملي عمرة ليكي أول شيء، والإتمام يعني ما ينفعش أصلا تعملي عمرة لأي حد غير لما تعملي عمرة لنفسك. طب أنا برضو مسافرة مخصوص علشان أعمل عمرة لوالدتي، لازم برضو حضرتك تعملي عمرة لنفسك الأول، وبعد كده بتحرمي من أبيار علي. لو حضرتك جاية من المدينة المنورة وهتحرمي من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى هناك ليه مسمى اسمه مسجد التنعيم، بتروحي هناك وتحرمي من هناك. ولو هتعملي عمرة لوالدتك أو والدك أو أي شخص، فبتقولي هناك لبيك اللهم عمرة عن أمي، وتسميها وليكن روضة. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم تقبلها مني عمرة من غير سمعة ولا رياء. وتبدأي في التلبية، تبدأي في مناسك العمرة، وتبدأي في محظورات الإحرام من وانت في الميقات. من وانا في الميقات يا ام روضة، حتى لو انا مش هعمل عمرة لنفسي، حتى لو انت مش هتعملي عمرة لنفسك، ما هي حضرتك عمرة لازم تتميها، سواء كانت ليكي لوالدتك لوالدك لأي شخص ايا كان حابة تعملي له العمرة، لازم تلتزمي بمحظورات الإحرام، ولازم تلتزمي بيها كأركان وواجبات وسنن. فلازم تبقي عارفة العمرة كويس قبل ما تسافري. لما تيجي تعملي عمرة لنفسك هتعملي ايه، ولما تيجي تعملي تاني يوم او تالت يوم عمرة لوالدك او والدتك او اي حد هتعملي ايه. فانا كده اتكلمت معاكم في نقطة الاحرام، اللي هي عشان تحرمي او علشان تعملي عمرة لاي شخص تاني غير العمرة بتاعتك، مش هتضطر ان انت تخرجي بره مكة، او ان انت تسافري علشان هي قالت لي لازم اسافر واطلع بره مكة وارجع تاني علشان اعمل عمرة لوالدتي. لا، حضرتك بتروحي مسجد التنعيم اللي هو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وبتحرمي من هناك، وبعد كده بتخشي في مناسك العمرة. طيب ايه هي بقى مناسك العمرة يا مروضة لشخص متوفي او مريض، او حتى ان هو مش معاه وانا حابة اعمل له العمرة؟ هتبدأي من الإحرام وانتي في مسجد التنعيم، ولبيتي وقلتي النية، وهتبدأي بقى في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعايزة أقولك طول ما انتي بتقولي استحضري كده النية، وخلي قلبك خاشع، وخليكي كده في حضور وفي ماشية كده في معية مع ربنا سبحانه وتعالى، علشان لما تدعي يبقى دعائك كده طالع من القلب. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج كتاب تقري منه او كتيب كده تقري منه الأدعية. ادعي باللي في قلبك وان شاء الله ربنا هيستجيب ليكي. ادعي بإخلاص وادعي بإتقان ان ربنا ان شاء الله بإذن الله هيستجاب لدعاكي. خلي عندك يقين بالله باستجابة دعائك، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيرجعك مجبورة الخاطر من هناك باستجابة دعائك. اللهم امين يا رب. بعد كده بتبدأي تدخلي عند صحن المطاف او بداية المسعى، او بداية، خلينا كده نتكلم نقطة نقطة، بداية طواف حول الكعبة. طبعا بتقولي الدعاء قبل ما بتدخلي للكعبة مباشرة: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من زاره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، اللهم اجعلني مستجاب الدعوة. وبعد كده بتدخلي برجلك اليمين وتبدأي في الطواف حول الكعبة. هبدأ منين؟ بتبدأي من عند الحجر الأسود، هتلاقي كده علامة خضرة فوق، لو بصيتي يمت فوق من على ايدك اليمين وبترفعي ايدك لفوق وتقولي أبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الله أكبر. بترفعي ايدك لفوق وبتبدأي الطواف حول الكعبة. منين ما بدأتي هو ده هتبقى بداية الشوط التاني أو بداية الطواف المرة التانية والمرة التالتة والمرة الرابعة لحد سابع مرة طواف حول الكعبة.
من نفس المكان. كل ما بتخلصي طواف بترفعي ايدك لفوق عند الحجر الاسود وتقولي بسم الله الله اكبر، وبعد كده بتكملي طواف حول الكعبة. لازم تتأكدي ان انت عملتي 7 مرات او 7 مرات طواف حول الكعبة كاملين متكاملين، ولازم تكوني على وضوء ولابسة الجورب في رجليكي او الشراب، وتكوني مغطية رجليكي. يبقى 3 شروط اهم، او 3 حاجات لازم تتأكدي ان انت عاملاهم كويس. وطبعا النساء لبسك لا يصف ولا يشف وانت بتطوفي حول الكعبة، او انت عامة كمسلمين يعني، ده يكون اللبس بتاعك الشرعي. ولكن بنأكد زيادة كمان في عدم الزحام، علشان الرجالة هناك وتكدس وزحمة. خليكي كده في خلوة لوحدك وفي معية مع ربنا سبحانه وتعالى، علشان ان شاء الله بإذن الله تنعمي بالأجر كامل. بعد ما خلصتي ال7 أشواط حول الكعبة، بعد كده ال7 مرات طواف حول الكعبة، بعد كده بتصلي ركعتين خفاف خلف مقام سيدنا إبراهيم. طب دلوقتي أنا روحت ولقيت الدنيا زحام هناك وكتير ورجالة كتير ومش عارفة أقف ومش عارفة فيش مكان أسجد فيه. تقدري تصلي. النساء ملهاش مكان محدد، يعني مش هقولك لازم تقفي هنا ولازم تتزحمي. لقيت الدنيا زحمة هناك، سيبي الزحمة وقفي في مكان رايق صلي فيه الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم. ركعتين يعني، واشكري ربنا واحمديه كتير ان انت ربنا يعني اتم عليكي طواف حول الكعبة. وبعد كده بتسلمي وبتتوجهي الى المسعى. بتشربي ماء زمزم كتير قبل ما بتدخلي، بتلاقي كده يعني كلام من مية زمزم كتير هناك. بتشربي مية زمزم كده لحد لما تتقرعي. برضو حضري امنية وحضري دعاء واشربي مية كتير وتقرعي كده منها. وبعد كده ابدأي في السعي ما بين الصفا والمروة. لازم تتأكدي برضو. طب انا هناك ما كنتش لابسة حزام في الطواف حول الكعبة، ينفع البس حزام البس حذاء في رجليا في المسعى؟ تقدري تلبسي. طب انا مش متوضية او وضوء انتقد، عادي بتقدري تكملي سعي ما بين الصفا والمروة. مش ضروري تكوني على وضوء، ومش ضروري تكوني مش لابسة حذاء، عادي لو لبستيه معلكيش اي ذنب. المهم بتبدأي السعي ما بين الصفا والمروة. بدايتك هتكون عند جبل الصفا. بتبدأي من هناك من الصفا للمروة ادي كده مرة، ومن المروة للصفا ادي كده مرة. اخواتي وحبايبي اللي بيقولوا هنحسبها ازاي، علشان في اخوات بتروح وبتحسب من الصفا للمروة ومن المروة للصفا رايح جاي كده مرة واحدة. حضرتك كده انت عملتي مرتين مش مرة. فركزي علشان ما تتعبيش صحتك على الفاضي، انه برضو مجهود ومشقة ومسافة بتمشيها. طيب في اخوات بيكتبولي بيقولي هي الرجالة ليه بتجري كده في المسعى؟ حضرتك لو بصيتي للسقف فوق هتلاقي فيه علامة خضراء. بداية العلامة لنهاية العلامة دي مكان الهرولة، او ده الجزء اللي الرجالة بس هي اللي بتهرول فيه، اي بتجري فيه جري سريع. وحتى المعاق او اللي هو المريض او اللي تعبان او كبار السن مش قادرين يهرولوا، بيرفعوا رجليهم كده وبيدوا احساس ان هما بيهرولوا. واخدين بالكم انتوا؟ المهم ان المكان ده بيهرولوا فيه الرجالة، مش شرط النساء تهرول فيه. اسمه الهرولة. بداية العلامة الخضراء لحد النهاية بتاعتها، ده بس كده بتبص كده للسقف هتلاقي علامة خضراء. لاخواتي وحبايبي اللي مش عارفين وبيسألوني كتير في التعليقات هما ليه الرجالة بتجري قوي كده، لو بصيتي للسقف هتلاقيهم بيجروا من بداية العلامة الخضراء لنهاية العلامة الخضراء، وبعد كده بيبطئوا في المشية بتاعتهم او مشيتهم بتبقى طبيعية بالراحة. وبعد كده بتبدأ العلامة بيبدأوا تاني. فده علشان اخواتي اللي سألوني هو ايه العلامة دي، او ليه بيهرولوا كده، او ليه بيجروا سريع كده مرة واحدة. طيب ده بالنسبة للسعي ما بين الصفا والمروة. طبعا بالنسبة لاخواتي هناك اللي سألونا عن الكراسي المتحركة اسعارها ايه. الاسعار يا حبايبي بتكون غالية برضو هناك. يعني مثلا ممكن الكرسي المتحرك يعمل 70 ريال او 80 ريال، وكان في اوقات كان الكرسي بيعمل اوقات كتير يعني ب125، وطبعا بيبقى مواسم. فمكان الكراسي المتحركة لكبار السن والمعاقين بيكون معاكي جواز السفر والباسبور. اسألي على موقف محبس الجن، هي هناك على ايدك اليمين وانت داخل في الساحة بتاعة الحرم داخليا مش خارجيا بره. هو المكان ده معمول هناك للكراسي المتحركة المجانا خالص من غير اي فلوس، بس بتاخدي ما يثبت معاكي ان انت عندك اعاقة او عندك تعب او اي شيء بالباسبور بتاعك والورق بتاعك والبطاقة الشخصية بتاخديها وبتوريها لهم هناك وبيسلموكي. وبعد ما بتخلصي العمرة بتروحي توديه وبتاخدي الورق تقريبا بتاعتك، او بتمليهم بيانات يعني. فده مجانا خالص.
فعلشان اخواتي اللي سالوني، وفي في الادوار اللي فوق برضو عربات كتير وكراسي كتير متحركه. طب بالنسبه برضو علشان بدم فتحنا موضوع الكراسي، في اخوات عايزين ياخدوا معاهم الكراسي اللي هي بتتني وبتتفرد دي معاهم وهم رايحين، علشان ما بيقدروش يصلوا وهم قاعدين. فنصيحه مني ليكي، بدل ما تشيلي كرسي وتتعبي بيه رايح جاي، خصصي مبلغ تمن الكرسي اللي كنت هتشتريه بيها. يعني مثلا هو الكرسي في حدود، يعني كانت الناس، بس الاسعار اللي انا هقول لكم عليها دي قديمه فبلاش اقولها، علشان ايه، خدي معاكي مثلا حوالي 50 ريال مثلا، يعني انا بقول كده مثلا. روحي هناك مكتبه في شارع ابراهيم الخليل او اسالي، لان الاسعار كل ما كنت قريبه من الحرم بتكون الاسعار عاليه. وبعد كده اشتري الكرسي ده واقعدي عليه وخدي معاكي، خليه كده فتره العمره بتاعتك يكون معاكي في ايديكي طول فترة العمرة. واخده بالك، كل فرد هتروحي وتيجي بيه من الفندق هيبقى هو خفيف بيتين وبيتفرد، وخلي الناس كاتبينه هناك بيكتبوا عليه كده وقف للحرم، يعني ما ينفعش حد ياخده معاه او يسافر بيه بلده او ياخده معاه يعني ايه بره الحرم. المهم خديه ده، اعمليه وجددي النية بتاعتك كده لله، خليه صدقة جارية ليكي في حياتك وبعد مماتك. كل ما حد يقعد عليه او انت بتساعدي مريض او بتساعدي اي حد بتاخدي الاجر كامل. فيا ريت يا ريت يا ريت على حسب طبعا ميزانيتك تعملي الفكرة دي، او اي ست كبيرة او اي حد مثلا يكون مريض او اي شيء وطالع، ولو مش مريض اعمليها لله. لو تقدري تشتري اكتر من كرسي واعمليهم وقف لله سبحانه وتعالى هناك، واجره ان شاء الله باذن الله هيروح لك، ويبقى دي صدقه من افضل الصدقات طبعا اللي انت تعمليها هناك. ده بالنسبه للكراسي المتحركه اللي كانت في السعي ما بين الصفا والمروه. طبعا حضرتك خلصت ال7 مرات سعي ما بين الصفا والمروه، بتحلي العمره اللي هي بتقصي اطراف شعرك. هتلاقي مجموعه نساء هناك بيقصوا اطراف الشعر البعض، وفي هناك اصلا يعني بالفلوس، فاهمين انتوا اللي هو ايه بيعملوا، بس بياخدوا مقابل. كان الفرد بتقص الشعر ب5 ريال. فعلى ايه ممكن انت لو ما معكيش يعني او الدنيا ها على القد تقدري تاخدي المقص معاكي يكون في الشنطة بتاعتك اللي انت شايلاها، وتخلي اي حد من الاخوات اللي هناك بيدخلوا ايديهم من تحت الطرحة وبيقصوا اطراف الشعر ما يعادل عقلة صباع، ما بيقصوهوش جامد. ولازم تحل العمرة، ما ينفعش تقول انا لسه عامله لنفسي عمرة امبارح وعامله عمرة مش عارفه لوالدتي اول امبارح، فانا هعمل عمرة تاني النهارده فهقص شعر تاني. لازم تقص شعرك بدام نويتي تعملي عمرة لاي شخص، لازم تحلي العمرة علشان تقدري تطلعي من المحظورات. ما انت مش هتقدري، انت كده لسه برضو محرمة، مش هينفع تستخدمي الصابون بريحة، مش هينفع تستخدمي اغراضك الشخصية طول ما انت ما حلتيش العمرة. فلازم تحلي العمرة علشان تقدري تبدأي عمرة جديدة وتبدأي حياتك طبيعية من غير محظورات. فما يعني اجعلي كل شيء تعمليه لوجه الله تعالى، ان شاء الله ربنا هيبارك لك في شعرك وهينبت لك شعرك يمكن احسن من الاول كمان. فاللي بيصرف قرش ما يقولش ده انا صرفت كتير في العمره، ده العمره دي خدت اللي ورايا واللي قدامي. لا 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 لا، احتسبي كل شيء لوجه الله تعالى، وان شاء الله ربنا يخلف عليك ويستجيب لدعائك ويرزق كل مشتاق يا رب.